ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من The British English، وهنكمل مع بعضينا سلسله مسلسل الفايكنجز وازاي تتعلم البريتش اكسنت عن طريق مسلسل الفايكنجز. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكمل فيديو للاخر علشان تستفيد بكل المعلومات اللي قلناها في الفيديو، ويلا بينا. But nonetheless, I am king. But nonetheless, I am king. But nonetheless, I'm king. طبعا كلمة هنا nonetheless معناها اللي هو مع ذلك، يعني هو بيقول لهم وعلى الرغم من كده أو مع ذلك أنا king. But nonetheless, I am king. طبعا كلمة nonetheless ما تقولهاش nonetheless، لا هي nonetheless. ال TH هنا خفيفة جدا جدا جدا، بتقول nonetheless. But nonetheless, I am king. على الرغم من كده أنا ملك. You want to be just like Björn. 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 خد بالك طبعا قلنا أي حاجة preposition، أي حروف جر حاول إن أنت تربطها مع الكلمة اللي قبلها. يعني بدل ما تقول you want to be بتقول you want to be. You want to be just like Björn. فطبعا تاخد تي واحدة، ما بتاخدش ال two t's هنا. يعني ما بتاخدش التي بتاعت want والتي بتاعت to، ما بتقولش you want to be، لا. You want to be just like Björn. Just like Björn. ما تقولش just، قول just. You want to be just like Björn. You want to have everything that Björn had. هنا برضو نفس الفكرة. You want to have everything that Björn had. You want to have everything that Björn had. You want to have everything that Björn had. طبعا أنا want to زي هي نفس الفكرة بالظبط. Want to ما تقولش want to. You want to have everything that Björn had. طبعا خد بالك كلمة everything اوعى تقول everything، علشان في ناس تقول everything وده مش صح. Everything. TH هنا unvoiced TH ودي مش بتتنطق. Everything. Everything. You want to have everything that Björn had. Is there anything wrong to aspire to be like one's hero? Is there anything wrong to aspire to be like one's hero? Is there anything wrong to aspire to be like one's hero? Is there anything wrong to aspire to be like one's hero? بيقول يعني هي في مشكلة ان انا ابقى زي واحد بطل، يعني هل فيها مشكلة؟ فطبعا هو هنا قال aspire to be. aspire to be يعني يطمح الى، ان هو انت تكون عندك طموح لحاجة معينة. Is there anything wrong to aspire to be like one's hero? هل فيها أي مشكلة إن أنا أطمح إن أنا أكون زي حد بطل؟ Is there anything wrong to aspire to be like one's hero? Aspire to كلمة كويسة أنت ممكن تستخدمها. Aspire to يعني يطمح إلى. So, I've been curious to know. So I've been curious to know. Curious to know. طبعا curious دي اللي هو يعني حد عنده فضول. So I've been curious to know يعني بيقول له إن أنا كان عندي فضول إن أنا أعرف. I've been curious to know. خد بالك من to know. I've been curious to know. طبعا ما تقولش to know، لا to. خد بالك من ال T sound. I've been curious to know. So I've been curious to know. طبعا الهدف من ده كله ان حتى لو كانت الجملة بسيطة لازم تتعود ان انت تقولها صح وتقولها بالبريتش اكسنت وتحاول تفهم معناها ايه. علشان كده كل جملة بتتقال بحاول اجيبها لك واعلمك ازاي تقولها صح بالبريتش اكسنت. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتسيب كومنت بقد ايه انت استفدت من الفيديو دوت، ولو عندك اقتراحات لفيديوهات جديده، افلام جديده، مسلسلات جديده ممكن نعملها على الفيديو الجاي، سيب لي برضو في الكومنتس واشوفكم فيديو جديد.